يا أهل قرية سلمونكم حمادة بحيرة، ويا أهل قرية كفرنجاهدكم حمادة بحيرة. في ناس فلاحين عايشين في قريتكم الموقرة، أعلنوها بملء الفيه: اغتصاب بنات الناس حلال، بشرط كل مغتصب يصلح غلطته. وقالوا إن كل واحد من حقه يغتصب 4 ويصلح غلطاته ال4. مجاملة منهم لابن قريتكم الموقرة محمد صبحي سيف حسن أبو طارق الزاني الحرامي بقرية سلمونكم حمادة بحيرة، اللي اغتصب بنات ناس وهتك أعراض بنات ناس، وبمنتهى الوقاحة أعلنها وقال: أنا بمجرد ما أقطع هدوم أي بنت واكشف جسمها أنا بكسر عينيها وبعمل اللي أنا عايزه معاها. ونسي إن عنده 3 بنات، شروق وغادة وفيروز. ويجي أحمد أخوه أحمد صبحي سيف حسن يقول: أيوة الاغتصاب حلال. ويجي هاني أخوه هاني صبحي سيف حسن ومحمد ابنه اللي اسمه حمصة يقولوا: أيوة الاغتصاب حلال. وتيجي الزانيات المومسات العاهرات، سواء أمينة أو فايقة أو إناس أو منال أو أم بوسي أو أم ليالي، ويقولوا: أيوة الاغتصاب حلال، بشرط إن كل مغتصب يصلح غلطته. يا ولاد الوسخة يا معرسين، بقى الاغتصاب حلال؟ طب ولما هو الاغتصاب حلال، امال الجيش المصري ليه كان بيحارب؟ وحيت حضراتكم علما، الجيش المصري يا معرسين يا ولاد الكلب دخل حروب واتقتل منه ناس شهداء علشان العدو اليهود ما يدخلوش مصر ويبهدلوا بنات مصر. يقوموا انتم يا مصريين ويا فلاحين تطلعوا ولاد وسخة معرسين وتقولوا الاغتصاب حلال، وتجاملوا ابن قريتكم اللي اغتصب بنات ناس. اطلعوا بره كرة فلاحين يا ابن الشرموطة، منك ليه؟ اطلعوا بره كرة فلاحين، انتم مش مصريين اساسا، انتم انجاس ولاد وسخة معرسين، والحريم اللي فيكم زانيات مومسات عاهرات، والرجالة اللي فيكم خوالات. وحق الرد